السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة أو مقطع جديد من قناة EQ Game، وياكم مصطفى. طبعا يا شباب اليوم قررت أسوي توب، والسبب يا صديقي ومع العلم إنه هاني صار لي زمان ما مسوي توب بالقناة، بس قلت لكم برمضان حاب أسوي شغلات جديدة وممكن نرجع للتوب إذا شفت منك دعم يا صديقي أنت اللي تسمعني وإذا تشوفني. لذلك أتمنى منك قبل ما أبدأ هذا التوب لايك واشتراك بالقناة إذا أول مرة تدخلها. طبعا توب اليوم راح يكون رمضاني بامتياز، لذلك حنحط هاشتاج رمضانيات بالعنوان مال الفيديو. المهم مثل ما تعرفون برمضان هو شهر الطاعة، شهر العبادة، وأيضا شهر الواحد يروح يرتاح به يسترخي. لذلك اكو مجموعة من الألعاب أنا أنصحكم سويت بها قائمة لا تحاولون تلعبوها خلال هذا الشهر الفضيل. إذا تسألني مصطفى ليش، كل لعبة إلها أسبابها الخاصة ومسبباتها اللي تخليك لازم ما تلعبها برمضان، فكل لعبة راح تشوف بيها شغلة مقنعة أنك ما تلعبها داخل هذا الشهر الفضيل. لذلك قبل ما أبدأ مثل ما قلت لكم يا شباب أتمنى تدعمنا بلايك يا صديقي، دعمنا بلايك، اللايك ما ياخذ منك شيء، وخلونا نبدأ. طبعا يا شباب هالقائمة اختاريتها بناء على نظرتي للأمور، ماكو واحد ممكن فضل من هاي القائمة، لذلك تقدر تقول المقطع للضحك وممكن تستفاد منه، يعني تجرب. انزل الشارع وشوف بعينيك وانت في طريقك بص حواليك. المركز الخامس دخلت ويانا بقوة لعبة جراند ثيفت اوتو 5 الجزء الخامس او سلسلة العاب جراند، بس الجزء الخامس اكثر مقاربة للواقع لذلك دخلكم اياه. بس اذا تسألني يا واقع العالم الامريكي، واقع لوس سانتوس او لوس انجلوس الامريكية، واحدة من اكثر الدول القريبة للدنيا مثل ما نقول. لعبة جراند ثيفت اوتو واحدة من الالعاب اللي بيها هواية مشاهد تحاول تصور لك الواقع، بس مو واقعك العربي، مو واقعك الاسلام، مو واقعك الرمضاني، وانما الواقع اللي موجود بالولايات المتحدة الامريكية، بالتحديد مدينة لوس سانتوس. فهاي اللعبة بيها مشاهد تعري كثيرة، بيها نايت كلابس، بيها فساد، بيها مصاليخ، بيها هانداب، بيها مواضيع جدا فاسدة ما يسويها الناس إلا خارج هذا الشهر الفضيل، لأنك إذا شفتها ممكن تروح تفكر تسوي شغلات ثانية. بيها ضياعة وقت، بيها سرقة، بيها نهب، بيها سب، بيها هواية شغلات ممكن غير ملائمة لهذا الشهر الفضيل. هذا من ناحية ثانية جراند ثيفت اوتو بيها طور اونلاين مثل ما تعرفون، تقدرون تسوون بيه المهمات كلها خارجة عن القانون بصراحة، بيها سرقة، نهب، قتل، ذبح وإلى ما ذلك. وهذا الاتصال بالإنترنت عم تسوي المهمات يحتاج لإنترنت قوي. تخيل نفسك أنت بنص مهمة تسويها وإذا انقطع عليك الإنترنت شنو راح تكون حالتك وانت بنص صيامك؟ اعتقد عرفت اللي انا دا احكي عنه. وبالاضافه الى ذلك جراند ثيفت اوتو دائما تحثك على العنف، فهي كانت لعبتنا الاولى. جراند ثيفت اوتو من الالعاب اللي انا ما انصحك تلعبها برمضان لانه ممكن تفطرك. واللعبة الثانية ويانا بهذا الشهر الفضيلي ما تقدر تلعبها لما ممكن تفطر بيها، هي لعبة ماينكرافت. هاي اللعبة يا شباب من الالعاب المكعباتية اللي لها شهرة جدا كبيرة خارج وداخل عالم اليوتيوب، هواية، واقول لكم هواية ناس يلعبوها، تقريبا عشرات الملايين يلعبوها حول العالم. سبب انه دخلتها بهاي القائمة اليوم يا شباب، لعبة ماينكرافت تعتبر من الالعاب اللي تحتاج هواية وقت منك عن مود تسوي شيء، فراح تاخذ منك ساعات وساعات هواية. وداخل شهر رمضان مثل ما تعرفون يا شباب اكو شغلات اهم من اللعب عن مود تسويها مثل العبادة، يعني هو شهر فضيل، شهر الطاعة مثل ما يقولون. لذلك ماينكرافت كنصيحة خوية ما يصير تلعبها بهذا الشهر الا اذا منظم وقتك وتلعبها باوقات الفراغ، لانها اكو تعرفون مسلسلات رمضانية، برامج رمضانية، واكو العاب، واكو ايضا عبادة، فانت شلون راح تقدر تسوي موازنة بين هاي الامور عن مود تقدر تعيش بهذا الشهر بطريقة سليمة. طبعا اغلبكم تعرفون لعبة ماينكرافت واغلبكم يعرفون لعبة GTA 5، بس كنبذة بسيطة. ماينكرافت عبارة عن لعبة مكعبات، اشكال جدا بسيطة تقدر تبني بيها امور هواية كبيرة، مهندسين وعمالقة تفكير دي يدخلون داخل هاي اللعبة بس عن مود يبنون شغلات، عن مود يسوون تصاميم. طبعا هاي اللعبة تعتبر من اشهر الالعاب داخل عالم اليوتيوب الواسع، فهاي اللعبة تعتبر من الالعاب اللي راح تضيع هواية من وقتك يا صديقي، فمو نصيحة تلعبها. والنوع الثالث من الالعاب سلسلة العاب دارك سولز، ديمون سولز، بلاد بور، نيو. هاي الالعاب لا تحاول تقرب عليها سواء برمضان او خارج رمضان، انت مو من عشاق هاي السلسلة من الالعاب، لانه هاي الالعاب مو بس راح تخليك تفطر برمضان، راح تخليك تكفر من كثر الموتات والقتلات والذبحات اللي حتصير لك داخل هاي اللعبة. انا حاليا دا العب نيو، ونيو تعتبر واحدة من اصعب الالعاب اللي شفتها بحياتي، يعني اللعبة تخليك تموت اكثر من 100 مرة داخل الجيم الواحد. تخيلوا اني وصلت للبوس مال مرحلة ومتت ورجعت عدت من البداية وراحت عليها كل الخبرة اللي حصلتها داخل هاي اللعبة، فتخيلوا قد انت راح تصير بموقف صعب ومضغوط لما تلعب هاي اللعبة وتموت، خصوصا انت بداخل شهر رمضان راح تكون
معصب ضايج جوعان عطشان وتبدأ تلعب هاي اللعبة خلال اليوم، صدقني راح تحس بحالة جدا صعبة، وممكن توصل وياك المرحلة الى انه تفشر في شهر جدا قوي، ممكن تكفر بعدين من هاي اللعبة. فهاي اللعبة مو نصيحة تلعبها داخل هذا الشهر الفضيل، كنصيحة قوية اذا تريد تلعبها وتجربها جربها بعد شهر رمضان، جربها بالعيد لين تكون فرحان وخلصان من الصيام والتعب، او لا تجربها ابدا لانه هاي اللعبه مو لاي واحد. يعني انا جربت بلادبورن ممكن ساعتين متت بيها فد 10 مرات، جربت نيو حاليا دا العبها متت بيها فوق ال 200 300 مره. فمو نصيحه تلعب هاي الالعاب اذا انت مو من عشاق هيج نوع من الالعاب. والمركز الرابع ويانا مثل ما تعرفون يا شباب، لما تدخلون بلعبه اونلاين فلازم يكون عندك انترنت قوي او انترنت جيد الى حد ما. ومن الالعاب اللي كرهك بحياتك اذا الانترنت مالتك مو هالقد قوي هي لعبة كلاش رويال. مثل ما تعرفون يا شباب، كلاش رويال كفكرة هي عبارة عن ارينا، كل واحد عنده مجموعة بطاقات 8 بطاقات تحديدا، وتصيرون تضربون على بعض عن طريق هاي البطاقات. الفكرة انه اذا انت الانترنت مالتك تعبان او سيء، هاي اللعبة لا تقرب لها لا برمضان ولا خارج رمضان، لانك راح توصل لدرجة من العصبية والغضب مثل درجة اللي حتوصلها بلعبة دارك سولز وغيرها من الالعاب اللي تشبهها. تخيل انت بنص لعبة واذ انت راح تربح 3 كؤوس مثل ما نقول، وانقطع الانترنت وذاك خصمك فاز، شن حيصير بيك؟ راح تخسر كؤوس ونقاط، وراح تخسر الصندوق اللي ممكن يكون ايبك او ليجندري. مثل ما تعرفون يا شباب، كلاش رويال من اشهر الالعاب حاليا في العالم العربي. هاي اللعبة مو نصيحة تلعبها لا برمضان ولا خارج رمضان اذا انت ما عندك انترنت زين، لانك راح تكفر بداخل هاي اللعبة. نصيحة اخوية. وللعلم كلاش رويال من اكثر الالعاب اللي على الجوال تربح فلوس بصراحة، والسبب انه شركة سوبر سيل تسوي لك العاب تجبرك انك تشتري شغلات بفلوس حقيقية داخل اللعب، وهي الجواهر على مود تفتح صناديق، على مود يطلعوا لك بطاقات قوية، على مود تطورها، على مود تقدر تكمل داخل اللعبة. بس تقدر تلعب هاي اللعبة فقط فور فان، يعني ما تعصب، ما تطلع لك خلقك، ما تفشر، ما تكفر من وراء هاي اللعبة التعبانة، فتلعبها مثلي للونسة والاستمتاع فقط، مو انه تسويها نمط حياتك واذا ما افوز بهاي اللعبة واذا ما اشتري هاي البطاقة فاني خسران. اعرف هواية ناس اخلاقهم كلها زفرة تطلع من وراء هاي اللعبة، فمو نصيحة تلعب هاي اللعبة اذا انت تريد تلعبها عن مود تنافس بيها. واذا تريد هذا الشيء انصحك يكون الانترنت مالتك قوي، تلعبها فترات لما يكون الانترنت مالتك ممتاز، مثل فترة الفجر عندنا ببغداد، لأن شركات الاتصال للأسف زبالة. واللعبة الأخيرة ويانا يا شباب لهذا اليوم هي لعبة جدا انشهرت في فترة معينة، لعبة لعبوها أغلب اليوتيوبر المشهورين بالعالم، بيوديباي، جاكسبتيكاي، مارك بلاير وغيرهم، وهي لعبة البلابيل. لعبة البلابيل يا صديقي هي من الألعاب اللي دخلت بعالمنا، ماكو أحد يوتيوبر عربي جربها لأنها لعبة جدا تعاني من الفساد الأخلاقي. وهاي اللعبة إذا لعبتها يا صديقي ممكن تشهيك تسوي شيء، لذلك أنا ما أنصح أحد يلعبها خلال شهر رمضان أو خارج شهر رمضان، لأنه لعبة بامتياز. إذن يا شباب هاي كانت قائمتي بأهم الألعاب اللي لازم ما تلعبها بشهر رمضان الفضيل، لأنه ألعاب ممكن تطلعك من طورك وإذ تفطر من وراء هاي اللعبة. أنا أعتقد قررت أسوي فقرة رمضانية بهذا الشهر إن شاء الله راح أبدأ بيها، ممكن باكر أبدأ أنزل أول مقطع من لعبة جدا مشهورة وهي لعبة ماينكرافت. انا بحياتي ما لاعبها ولا مجربها ولا داقرها ولا اعرف لها، بس كل اللي يعرف عنها انه لعبة جدا مشهورة، لعبة جدا سلسة، لعبة ممكن تسوي بيها شغلات ما حد ممكن يقدر يسويها غيرك انت. لذلك يا صديقي راح اجرب حظي بلعبة ماينكرافت، اذا عجبتني السلسلة، اذا لقيت عليها دعم ممكن اكمل بيها، اذا ما عجبتني اللعبة، اذا ماكو دعم ما راح اكمل بيها. وهاي السلسله راح تكون سلسله تفاعليه بالقناه، يعني شلون اقول لكم انتم شو تقولوا لي سوي انا راح اسوي، بس مو دائما وانما غالبا، لانه اكيد اكو مثلا شغلات انت تقولوا لي عليها وانا ما راح اعرف اسوي او ما تفيدني هاي الشغلات فما اسوي، بس غالبا راح تكون فلفله تساعليه، راح تكون سلسله تفاعليه، وممكن انزل بعد العاب. اهلا رمضان كان اهلا قولوا معاي